الزملكاويه بيقولوا لك ان الاهلي خان القضيه وباع القضيه، وان هو عمل طبعا عقد رعايه مع شركه كوكاكولا. المفروض ان احنا نقطعها يعني. طب ايه الحل يا جماعه؟ قال لك الحل ان انتوا تفسخوا معاهم العقد ده. فهم بيقولوا عشان احنا كده بندعم الكوكاكولا، والمفروض ان الكوكاكولا طبعا بتدعم الناس اللي بتقتل في اخواتنا، فالمفروض ان احنا نديهم فلوس، يعني نفسخ العقد ونديهم فلوس للشركه دي عشان تدفع الفلوس ديت للناس اللي بتقتل في اخواتنا، ويبقى كده خلاص كده الدنيا حلوه والدنيا جميله بالنسبه لهم. في ايه؟ السلام عليكم. السلام عليكم. طبعا القصه اللي دايره اليومين دول ان ازاي النادي الاهلي يكون الراعي بتاعه كوكاكولا وقدام اخواتنا ومش عارف ايه، وطبعا متاجره بالايه بالقضيه كالعاده يعني، من ناس كتير لازم بالتضليل والتدليس والكذب وكلام كتير قوي يتقال. لا، لازم يا حبيبي تحط كل حاجه في مصابها، يعني كل حاجه لازم تتحط كده. 1+1 يساوي ايه؟ هيساوي 2 في الاخر. النادي الاهلي طبعا كلهم منزلين الصوره بتاعت اعلان لعيبه النادي الاهلي بالمنتج بتاع كوكاكولا، اللي هو كان نازل اصلا امتى؟ بتاريخ 1/10. وكده كده الصوره هنزلها لك اهي، وهنزلها لك في الكومنتات بتاريخ كام؟ 1/10، يعني قبل اصلا احداث 7/10. تمام؟ فليه بقى في التوقيت ده دلوقتي طلعت الصوره ديت؟ هقول لك انا ليه في ايه في اخر الفيديو. المهم ان طبعا الاهلي كان اتعاقد مع شركه كوكاكولا ان هي تبقى راعي للنادي الاهلي قبل الاحداث بتاعه 7/10. تمام؟ طيب الحاجه الثانيه، طب شركه كوكاكولا دي ايه الشركه يعني الرعايه دي وضعها بيبقى ايه؟ بتمشي ازاي؟ يعني مثلا الاهلي بيدفع فلوس لكوكاكولا ولا كوكاكولا بتدفع فلوس للاهلي؟ اصلا بتفرق. انت المفروض لما انت تكون مثلا بتدعم، تمام، يبقى انت بتدفع فلوس للناس ديت، فانت بتدعمهم بناء عليه. احنا المفروض ان احنا بنقاطع المنتجات بتاعتهم. صح ولا انا فاهم غلط، ولا انتوا فاهمين غلط، ولا في ايه في الدنيا؟ عشان بس ابقى فاهم ماشيه ازاي. ده اولا. ثانيا، النادي الاهلي ده نادي عام مش نادي خاص، ده نادي ملك الدوله. يعني مثلا لو اتفسخ العقد لازم النادي الاهلي هيدفع طبعا ايه؟ الغرامه بتاعت فسخ التعاقد. الفلوس ديت الاهلي هيتحاسب عليها. ده اهدار مال عام. دي نقطه. ثانيا، زي ما بقول لك، ان انت اصلا لو عملت كده يبقى انت بتدعمهم فعلا، يبقى انت فعلا بتديهم فلوس عشان هم بقى يجيبوا الاسلحه ويجيبوا الحاجات اللي الناس كلها طبعا عارفاها، والقصه اللي ماشيه طبعا زي ما انتم فاهمين. يبقى انت بانهى عقل عايز الاهلي يفسخ التعاقد؟ هو يعني التعاقد ده اتعمل قبل الاحداث، ده اولا. تاني حاجه، ان المفروض لو الاهلي فسخ التعاقد هيدفع للناس دي فلوس، يبقى انت عايز النادي الاهلي يدفع للناس دي فلوس؟ فاهمهاني والله بجد؟ يمكن انا مش فاهم، فاهماني انت؟ يعني الاهلي كده وحش وياي وبتاع عشان خاطر ان هو مثلا ايه بياخد منهم فلوس، لكن لما يدفع لهم فلوس هيبقى النادي الاهلي كده حلو وجميل. فالفكره عند بعض اخواتنا الزملكاويه، طبعا مش هقول لك كل، بعض اخواتنا الزملكاويه في حاجه عندهم هي عقدتهم من النادي الاهلي. هو عندهم مشكله مع النادي الاهلي، ما عندهمش مشكله تانية ولا قضيه فلسطينيه والله العظيم ولا اي حاجه، اقسم بالله ولا يعرفوا عنهم حاجه. الحاجات دي ما لهمش فيه. هو كل قصتهم النادي الاهلي. ايه ده؟ النادي الاهلي ياخد رعايه من شركه كوكاكولا، يبقى لا، يبقى احنا لازم نعكنن عليه، لازم نطلع نقول بقى عليه بما ليس هو فيه، يعني زي ما بيقولوا. يا ابني هو الاهلي هيدفع لهم فلوس؟ الاهلي مش هيدفع لهم فلوس. احنا بقى دورنا احنا ايه كجماهير؟ احنا كجماهير النادي الاهلي نقاطع كل المنتجات منهم كوكاكولا بقى، ليبتون، ايا كان ايه هو النوع. هو ده اللي علينا، ده دورنا احنا كجماهير النادي الاهلي. هم يتعاقدوا مع النادي الاهلي هم حرين. طبعا الكلام ده كله كان قبل الاحداث، ركز معايا. هم بقى اتعاقدوا مع النادي الاهلي هم حرين. احنا كجماهير نقاطع. هم بقى والله شافوا ان هم عايزين يفسخوا بقى عقدهم مع الاهلي يفسخوا، ما عندناش اي مشكله خالص خالص، ويا ريت يحصل يعني. ساعتها هم برضه يدفعوا الفلوس للنادي الاهلي وخلاص، ولا كان في اي حاجه حصلت. لكن فكره اللي عمالين يحاولوا ان هم يوصلوها لك دلوقتي ان النادي الاهلي ده خاين والنادي الاهلي ده مش عارف ايه، مش انت اللي هتزاد على النادي الاهلي. النادي الاهلي من اول يوم هو على القضيه. النادي الاهلي دايما بيدعم القضيه. النادي الاهلي على طول في ظهر اخواتنا في فلسطين، ومش بالكلام. في اظن ان الناس كلها كانت شافت والصور قدامكم اهيت خير دليل يعني. النادي الاهلي على طول كان بيبعت مساعدات لاخواتنا في فلسطين. النادي الاهلي عارف دوره كويس قوي، دوره في الحياه عموما قبل ما يكون بقى كوره وبطولات وانجازات وكلام من ده. يعني الحمد لله القصه كلها واضحه وصريحه قدام الناس كلها. فما تخليش حد يا صاحبي يضحك عليك ويحاول يوصل لك معلومات غلطه او يغلطك بالمعلومات عشان خاطر بس ايه يحاول ان هو يقل من النادي الاهلي. هو ده هدفه، هو ما عندوش هدف تاني والله، ولا هدفه قضيه فلسطينيه ولا اي حاجه غير كده. هو هدفه ان هو يقلل من النادي الاهلي، مش عايز اكتر من كده. بس انا حبيت ان انا اقول الكلمتين دول عشان بس الناس اللي مش فاهمه الامور. زي ما قلت لك القصه بتاعت الصوره اللي هم طلعوها دلوقتي، الصوره اللي هم طلعوها دلوقتي دي بتاريخ 1/10.
بتاريخ 1/10. فهو بقى مدلس وبيطلعها دلوقتي على اساس ان هي جديده، دي حاجه ترجع له، دي حاجه بينه وبين ربنا، ربنا اللي هيحاسبه عليها مش احنا، مالناش فيه، احنا بس بنعرفك ان هو مدلس، ربنا بقى اللي يحاسبه، احنا مش هنحاسب حد. بس انت لازم، انت كمشجع لازم تكون فاهم وعارف، عارف ده ايه وده ايه وده ايه وده طلع امتى وده اتقال امتى، والكلام طبعا اللي ايه الجميل ده كله. القصه بقى ممكن يكون فيها ايه، الله اعلى واعلم برضه، بس ممكن يكون مثلا الترند بتاع زومو ضايقهم قوي وكان تقيل عليهم قوي ووجعهم قوي، فهم بيحاولوا بقى يعملوا اي ترند تاني عشان خاطر، يعني مش مهم بقى بالكذب بالتدليس بالتضليل مش مهم، بس عشان خاطر الايه الترند ده يروح، لانه تقيل على قلبهم. ليه؟ لانه اثبت حاجات كتير برضو، من ضمن الحاجات اللي اثبتتها مواقف كتير قبل كده، من ضمن الاساطير بقى طبعا فاروق جعفر واللي كان قاله قبل كده، واسامه نبيه واللي كان قاله قبل كده، وطبعا الناس دي كلها كانت بتنسف طبعا تابوهات كتير قوي هم كانوا حافظينها وكانوا بيقولوها لك. لما تسمع واحد زي فاروق جعفر يقول لك احنا على طول كنا بناخد ضربات جزاء مش عارف ايه، انا عمري ما خدت ضربه جزاء صح، والحكام في الافارقه كانوا بنديهم بوكيت ماني وكنا بنجيب لهم هدايا وشوبنج وبورسعيد وبتاع. فالقصه فزيزو جاب حاجه جديده، فاهمني؟ زيزو جاب ايه؟ جاب حاجه جديده، فوجعاهم مضايقاهم مزعلاهم، ما بيحبوش هم يحبوا الحرام قوي، يحبوا ياخدوا اي بطوله حرام مش مهم، لكن ما تبقاش يعني محدش يعترف من الزملكاويه من قلبهم ان البطوله ده حرام. هو ده اللي بيوجعهم، هو ده اللي بيضايقهم، مش البطوله الحرام، اقسم بالله انا بحلف بيمين واتحاسب عليه في الاخره. مش البطوله الحرام اللي بتوجعهم او بتضايقهم، لما حد يثبت ان هي حرام بيتضايقوا قوي، ما تفهمش ليه، بس مش قصتنا مش بتاعتنا. فالقصه كلها ان الترند ده كان قاسي عليهم شويه، ان زيزو كان بيطالب طبعا، بالمناسبه برضه عشان في ناس برضه لذيذه جميله كده ايه، من ضمنهم خالد طلعت وخالد الغندور ومش عارف ايه، وبعض من الجماهير طبعا بيقول لك ايه، بيقول لك انتوا ازاي بتطالبوا، مش عايز يعني زعلانين من زيزو ان هو بيقول كده، وانتوا بتطالبوا برجوع سيد عبد الحفيظ عشان كان بيضغط على الحكام. اولا كابتن سيد عبد الحفيظ ده مدير كوره تمام، مش جمهور، ده اولا. ثانيا مدير الكوره ده كان بيضغط لما بيكون لنا حق، احنا بيبقى لنا حقوق وزعلانين من الكابتن خالد بوبو فعلا، ده حقيقه، عشان بيبقى لنا حقوق وكابتن خالد بوبو ما بيضغطش ما بيطالبش بالحق ده، ده الحق اللي احنا عايزينه. احنا كنا بنحب سيد عبد الحفيظ عشان كده، عشان بيضغط ويجيب لنا حقوقنا، لما يكون لنا ضربه جزاء بيضغط على الحكم، لما يكون لنا حاجه بيضغط على الحكم، فهو ده الضغط. لكن الضغط الثاني دوت الكلام واضح وصريح، انت مش عارف انت بتحور ليه وبتلف وتدور على نفسك ليه، الكلام واضح، الكلمه طالعه من زيزو واضحه قوي، قال لك يا جماعه سيبك من التشجيع، مش كل حاجه تشجيع، خلوهم يزوموا على الحكم هيغلط. يعني هو بيقول لك زوم على الحكم عشان يغلط، عشان ياخد ضربه جزاء زور، عشان ياخد اي حاجه زور، هي ده مالهاش معنى تاني. الراجل ما قالكش مثلا اضغطوا على الحكم يا جماعه، ده الحكم ده ظالمنا، اضغطوا عليه شويه خلوه يدينا حقنا مثلا، كانت تبقى ماشي مبلوعه ما فيش اي مشكله. لكن الكلمه واضحه، بيقول لك هيغلط، هو عايزه يغلط، عايز ياخد حاجه غلط، فانت ما تحاولش تلف وتدور بقى ايه يعني سيد عبد الحفيظ حاجه وزيزو حاجه. الموقف بتاع الضغط بتاع كابتن سيد عبد الحفيظ ان هو يرجع حقوق النادي الاهلي ده حاجه، والغلط اللي زيزو عايزه ده حاجه ثانيه خالص. فيا ريت بس بلاش ايه اللبس والمواقف اللي هي اللي انتوا بتحاولوا تلفوها كده على هواكم وبمزاجكم. دي كل القصه ودي كل الحكايه، طولت عليكم شويه معلش المره دي، بس كان لازم ان انا اتكلم في النقطه دي. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.